بتبدأ قصة الفيلم عن كلب منقط اسمه بنجر عايش مع صاحبه راجل عازب اللي كان بيحب الموسيقى والعزف على البيانو. ووقت ما هو قاعد بيتفرج من الشباك لقى كلبة جميلة منقطة ماشية مع صاحبتها، وخطط انه يجوز البنت دي لصاحبه راجل، وبكده هو كمان يقدر يتجوز. فراحوا الجنينة وقعد يدور عليهم لحد ما لقاهم، وحاول يلفت انتباه البنت بس البنت سابتهم ومشيت. وبعد اكتر من محاولة خلاهم يشوفوا بعض، بس وقتها وقعوا في المية وفضلوا يضحكوا على شكلهم. وبعدها اتجوزوا، وكمان بنجر اتجوز بهيرة، وعاشوا كلهم في بيت واحد. وظهرت رويلا دارفيل صديقة أنيسة، وكانت شريرة جدا، وسألت أنيسة امتى كلبتهم هتولد. ردت عليها بعد 3 أسابيع. وبهيرة كانت قلقانة وخايفة من رويلا علشان عايزة تاخد كلابها الصغيرة. وفي ليلة شتاء ممطرة اتولدت الكلاب الصغيرة 15 كلب منقط، بس كان في واحد منهم هيموت لكن راجي أنقذ حياته. وجت رويلا عشان تاخد الكلاب الصغيرة، بس راجي رفض انه يبيعهم ليها، ولكن رويلا هددتهم انها تاخدهم بالعافية. وبنجر طمن بهيرة ان رويلا ما تقدرش تاخدهم طول ما هو موجود. وبعد فترة الكلاب الصغيرة كبرت شوية، وكانوا قاعدين بيتفرجوا على التلفزيون على الكلب رعد اللي بيحبوه. وخرج راجي وأنيسة من البيت معاهم بنجر وبهيرة، وكان الحرامية كاسبر وهراج بيراقبوهم عشان يخطفوا الكلاب الصغيرين. وما كانش حد موجود في البيت غير ناني والكلاب الصغيرة. خبطوا على الباب وقالوا لها انهم من شركة الكهرباء، وهي ما رضتش تدخلهم، بس هم دخلوا بالعافية وخطفوا الكلاب الصغيرة. وبعدها راجي وأنيسة عرفوا باللي حصل وبلغوا البوليس ونزلوا صورتهم في الجرايد. بعد كده اتصلت رويلا بأنيسة عشان تواسيها على اللي حصل لها، بس راجي كان شاكك فيها وأنيسة ما كانتش مصدقاه. وبعدها بنجر قال لبهيرة ان حل في الهوا وانهم يبعتوا رسالة لاصحابهم علشان يساعدوهم يلاقوا اولادهم الصغيرين. وعرف زعيم الكلاب بالخبر، ولقى في دخان طالع من قصر مهجور، فراح هو والقط اللي معاه. ودخل القط جوه القصر ولقى كلاب كتير منقطة، وعرف ان الكلاب اللي لابسين طوق احمر في رقبتهم هم الكلاب الضايعين. وكانوا 15 كلب بيتفرجوا على التلفزيون، وكان كاسبر وهراش معاهم في نفس المكان. فجري القط عليهم عشان ينقذهم وينقذ بقية الكلاب الصغيرة. وبقية الكلاب الصغيرة قعدت تهوهو. وبعد كده الكلب الاسود بلغ بنجر وبهيرة انهم لقوا ولادهم موجودين في قصر دارفيل. وكانت رويلا عايزة تموت الكلاب الصغيرة علشان تعمل من فروهم جواكت بلاطي فرو. والقط دخل للكلاب عشان يساعدهم يهربوا من فتحة موجودة في الحيطة، لكن لقى كلب صغير واقف لسه قدام التلفزيون بيتفرج عليه، لكن كاسبر رماه بعيد. والقط خده وخرج مع اخواته. وقعد هراش وكاسبر يدوروا عليهم لكن استخبوا منهم، والزعيم كان مستنيهم بره. فلقى بنجر وبهيرة وصلوا للقصر ودخلوا علشان يساعدوا ولادهم الصغيرين من كاسبر وهراش. وخرجوهم من القصر وعدوهم لقوهم 99 كلب صغير واتفاجئوا بالعدد. وجري وراهم كاسبر وهراش بالعربية، لكن الكلاب كانوا مستخبيين على الجليد وكانوا سقعانين وجعانين. فراحوا مزرعة ألبان يستخبوا فيها ويشربوا لبن من الحيوانات اللي موجودة في المزرعة. وفي اليوم اللي بعده مشيوا من المزرعة، وكان بنجر بيخفي أثار رجلين الكلاب الصغيرة عشان ما يعرفوش طريقهم، لكن رويلا كشفتهم وجريت وراهم بعربيتها هي وهراش وكاسبر. فالكلاب لقوا عربية نقل توصلهم للبيت، لكن رويلا كانت في نفس المكان بتدور عليهم. وبعد كده كلبين من الكلاب الصغيرة كانوا بيلعبوا مع بعض ووقعوا نفسهم في التراب، وكانت أجزاء من جسمهم سودة. ففكر بنجر إنهم يغرقوا نفسهم هباب علشان محدش يعرفهم. وفعلا محدش عرفهم وهم رايحين لعربية النقل. وهم ماشيين قابلتهم رويلا بعربيتها لكن ما عرفتهمش، فنزلت عليهم ميه ولون الهباب راح منهم. وجريت رويلا وراهم بس وقعت في التلج، لكن طلعت من تاني وكملت جري وراهم. وكان في كلب صغير هيقع من العربية بس بنجر أنقذه، وخبط هراش وكاسبر في رويلا والعربيات اتكسرت عليهم. وفي الوقت ده كان راجي وأنيسة وناني زعلانين على الكلاب، لكن فجأة الكلاب رجعوا للبيت وكانوا كتير قوي 101 كلب. وراجي قال لأنيسة إن البيت ده بقى صغير عليهم قوي، وإنه هيشتري بيت كبير ومزرعة للكلاب المنقطة. وبكده يكون فيلمنا خلص. أتمنى إنكم تشتركوا في القناة وتعملوا لايك وشير للفيديو عشان نستمر بتنزيل ملخصات أفلام الكرتون. سلام.